عندي كم ملاحظة عالجمال ده، لحظة لحظة بس أقولك إنك أنت كلك. لو اقول لكم على الملاحظه اللي عندي، المحشي بتاعي النهارده كان ريحته جايه باخر الشارع. بجد بجد كانت ريحته جباره والله. لو في حاجه اللي قايله لكم بجد، يمكن انا بقالي فتره كمان ما عملتش المحشي حلو كده. لا كان طعم قوي كمان. المحشي كان على شقه بقالنا فتره ما كناش محاشي ولا حاجات من دي، فكنا اصلا مشتاقين له. فيعني بصوا، عايزه اقول لكم ان المحشي النهارده بقى مشوا بالطريقه اللي انا عملتها واعملوه بجد تحفه خيال. اول حاجه خالص هبدا الفيديو، انا دخلت لكم على طول على المحشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني قد الدنيا كلها. عايزه اقول لكم ان انا تعليقاتكم بجد الحلوه قوي الجميله ما تحرمش منكم ابدا، هي اللي بتخليني تاني يوم ابقى قايمه بصور وانا مبسوطه. بجد ربنا يديمكم في حياتي النعمه ويخليكم ليا يا رب دايما. انتوا بجد يعني كلامكم الحلو ده بيرفع معنوياتي قوي وبجد يعني بيخلي عندي طاقه ايجابيه، ببقى نفسي اقوم اعمل كل حاجه حلوه. طبعا بقى لو انت لسه جديده معانا في القناه ولسه ما اشتركتيش، اشترك بقى في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واضغطي على اللايك بقى وتعالى هنبدا الفيديو. طبعا انا باقي عندي شويه بواقي كده من اللي هو يميش رمضان. قلت خساره يعني انا هسيبه في التلاجة ليه، اطلعه بقى ايه اعمله يوم بالليل ولا حاجه. حلو ومفيد على فكره وحلو قوي لاولادنا. إيه يعني التمر ما شاء الله يعني بيبقى فيه فوائد كتير قوي. عملته وسبته شويه ودخلته بقى التلاجة. وهنا كنت بعمل تسبيكة المحشي بقى انا عملته النهارده. حطيت بقى شويه زيت، حته سمنه بلدي حلوه بقى كده، ما تستخسريش في المحشي بالذات ما تستخسريش فيه حاجه. وشوحت البصله، انا مقطعاها على ايدي، بس البصله انا يعني ما بحمرهاش، انا دايما بصفرها عشان بس البصله ما تبقاش حاميه. ليه بقى؟ لان احنا اصلا كل ما دخلنا في الصيف حاولي ان التسبيكات والحاجات دي تبقى قليله شويه. فلو اضطريتي وعملتي محشي وكلام من ده، لو صفرت البصله بس مش هيبقى حامي ولا حاجه ولا تشربي ميه كتير. طبعا بقى حطيت البهارات بتاعتي اللي هو بقى ملح وفلفل اسمر وكمون، طبعا بنزود كمون شويه، كزبره، والخلطه اللي انا عاملاها وسبع بهارات. هقلبهم بقى مع بعض. وتخيلوا انا كنت بعمل تسبيكه المحشي وكانت الفرخه ما جاتش اصلا لسه. انا كنت طالباها اوردر وكده، فكانت اتاخرت شويه عما جت. المهم قلت اسلي نفسي اعمل اي حاجه على ما الفراخ تيجي. على فكره الوقت اللي انا قاعده باكل فيه السندوتش ده وبنضف الفرخه بمنتهى الهدوء كانت الساعه 2 فالمهم ايه، حسيت ان يعني لسه بدري يعني فاهمين. هو تغيير الساعه بقى اللي خلانا نعمل كده. هنا بقى طبعا بمسك الفرخه، شايفين بقى انا بعمل فيها ازاي. بمسكها بقى انضفها تنظيفه، يعني مش اللي هو بقى تشطيفه وخلاص كده، لا طبعا انا بجيب بصوا من تحت الجلد كل حاجه، ما بسيبش خالص فيها حاجه. ليه بقى؟ بالذات الفراخ لو غسلتها نضيف تشربي منها احلى شرب، وبصوا احلى طعم بقى واحلى ريحه. المهم طبعا مسكتها بقى نضفتها من جوه ومن بره. وبصوا يعني اول حاجه اصلا اوعي تجيبي فراخك من بره وتدخليها التلاجة على طول، لا طبعا لازم هتشطفيها وتغسليها الغسله دي وبعدين تعينيها عشان بس ريحتها هتفضل حلوه. طبعا بقى هغسلها انا في العادي بمسكها اغسلها كده بدقيق وملح كده يعني على الناشف شويه، وبعدين بقى انقعها. لكن طبعا هو بقى ما فيش وقت عشان انا هولع عليها وكده يعني اطبخها. مسكت نقعتها بشويه اللهم صل على النبي، دقيق وكمان ليمون بقى، وحطيت خل وملح وسبتها منقوعه شويه. يعني عارفين انتوا شغلانه بتودي شغلانه. هنا بقى طبعا الكرنب اللي انا كنت مفرزاه بجد كان فيه بركه. عايزه اقول لكم ان انا لسه عندي درج كمان بجد كان فيه بركه وكان كتير وحلو قوي، لان هو احلى اصلا كرنب اللي هو بيبقى في الشتاء. طبعا انتوا عارفين بقى ان خلاص كل سنه وانتم طيبين، اللي هو ورق العنب خلاص هيطلع. بجد احنا بنحبه قوي، مش عارفه بحس ان بيبقى طعمه بقى مزز كده وحلو، يعني انا بحبه اكتر من الكرنب. هنا بقى خلاص بغسل بقى الرز فرصة يعني مرة واحدة علشان اشوف بقى اللي لسه ورايا ايه. يعني انا تقريبا هغسل الرز بقى وبسيبه الوقت يصفى، بحيث ان انا لما اجي احطه في الصلصة يبقى ناشف وحلو يشرب الصلصة بتاعتي، ما يبقاش بقى صايص كده وفي مية وحاجات من دي. غسلت بقى الرز بتاعي وكمان كنت عملت الدقة وعندي الشبت كمان جاهز، فالدنيا كانت سهلة وبسيطة معايا. قلت بقى قبل ما اخد بقى المحشي بتاعي اقعد احشي كده بمزاج، اولع على الفرخة بتاعتي. طبعا حطيت بقى معلقه سمنه بلدي، وشوحت بقى كده ايه بصلايه كده قسمتها نصين. وبمسك بقى الفرخ، يعني انا كتفته خلاص اهو، بحط بس شويه فلفل اسمر وبصله متقطعه كده جواه. يعني ما انتش عايزه تحطيها مش لازم يعني، عادي انت وراحتك. هقلبه بقى تقلبتين كده يشرب كده السمنه البلدي، واحط حبه فلفل اسمر، ما بحطش الملح لما بحط الشرب. وهسيبه بقى يتشوح على الجنبين شويه كده. لما خلاص بقى يشرب الصوص بتاعه بقوم مزوده ميه وحاطه الملح بتاعه بقى والحبهان والحاجات دي. هسيبه بقى على نار هاديه. خدي بالك كل ما شغلت البوتاجاز على اللحوم على نار هاديه بتستوي وبتبقى حلوه كمان، وبيبقى لها نكهه وطعم حلو قوي احسن ما بتعلي عليها النار.
هنا بقى طبعا الرز بقى بتاع المحشي، الرز خلاص كان صفى وحطيت عليه الدقه. الدقه دي توم وفلفل احمر وفلفل اخضر وحته قرن كده حراق، والشبت بقى اللي احنا كنا مفرزينه من ايام رمضان، لسه عندي يعني وكده. وهقلب بقى ده كله، وحاجتي بقى خلاص كده الرز عندي خلص، هاخده بقى ايه احشي كده بروقان بره. لما تكوني مثلا الرز بتاع المحشي وانتي بتقلبيه كده تشمي ريحته وريحه البهارات الحلوه اللي فيه، تعرفي ان المحشي بتاعك زي الفل وهيبقى حلو. اللي كده برضو معايا الكفتة، وانا بعجنها لما بشم برضو ريحة الكفتة الحلوة دي ببهاراتها، بجد بتطلع حلوة. فانتي وانتي بتعجني الحاجة سواء كفتة او بتقلبي الرز المحشي، هتعرفي ان كانت فعلا الحاجة واخدة حقها ولا لا. هنا بقى خلاص خدت حاجتي ورحت بقعد في الانتريه، شغلت المروحة بقى وشغلت التلفزيون وقلت اقعد براحتي. كده كده اصلا يعني فاهمين الجو كان هادي، ما كانش بقى فيه الا ابني، بنت راحت الدرس، ابني بقى كان في درس وجه. المهم يعني كان وراه امتحان وجايب في الامتحان 14 من 15، وكل شويه زعلان قوي على الدرجه دي. قلت له طب بس يا رب تجيب كتاب امتحان اخر السنه، يعني انا مش طماعه، طب بس يا رب تجيب الدرجه دي. المهم يقول لي لا اصل انا ما فهمتش السؤال. له يا ابني خلاص ما تبقاش طماع. المهم انتوا عارفين بقى منهج سنه رابعه، المهم كل شويه يروح يجيب الكتاب ويشوف هو غلط في ايه ويجيبها من الكتاب. المهم سبته بقى مع نفسه كده، هو حر بقى. وانا كملت الحله بتاعتي. طبعا هي الحله كبيره شويه يعني، ما بقولكوش المنظر والله هي فعلا كبيره يعني، بتاخد شويه وقت كده. وحشيت بقى قرن حراق كده في النص عشان يديها بقى عارفين انتوا بقى الشطه الحلوه دي. انا حطيت تحت يعني، انا فرشت في الارضيه يعني فلفل حراق، بس برضو يعني حطيت واحد كمان من فوق يدوله شطشطه حلو. هنا بقى هسقي الشوربه يعني شايفين بقى انا بسقي الشوربه ازاي، ما بعومهاش قوي يعني فاهمين، بتبقى الصوابع باينه منها، لان اصلا اما بتيجي بتغلي ما شاء الله بتلاقي الحله كلها بقت ميه اصلا. الورق الاخضر الكبير ده انا كنت مفرزاه وانا بفرز الكرنب، فده انا كنت عيناه بدل ما تغطيه بقى بطبق وكلام من ده، لا بغطيه بيه. هنا بقى خلاص كده اولع عليها بقى البوتاجاز واسيبها براحتها. في الوقت بقى ابني كان راح درس تاني، وهنا بقى كان المحشي خلاص بقى بيغلي كده مع نفسه سايباه، والفراخ خلاص شلتها والمطبخ نضيف والدنيا نضيفة. المهم بقى كان معايا كيس جيبس، قلت اقعد بقى كده بروقان بمزاج، اكله كده بروقان واقعد بقى استجم مع نفسي شويه. شايفين الهدوء بقى اللي انا كنت عايشه فيه، يعني شايفين الهدوء، الشقه نظيفه والدنيا كلها نظيفه، والاكل بقى مشغله البوتاجاز عليه والحته هاديه. قلت اروح اقعد بقى كده. على فكره انا اللحظات ديت يا جماعه والله ما بعيشها كتير، اللي هي لحظه الاستجمام دي انا ما بعيشهاش كتير اصلا. يعني انا ان انا بقى امسك الريموت واقعد كده اتفرج على التلفزيون وحاجات من دي، انا بحس ان انا طول النهار اصلا بشتغل في حاجات كتير او ان انا بعمل شغل كتير. مش عارفه، لا بحس ان انا لا ما بعرفش اقعد اصلا كده واتفرج والحاجات دي. المهم قلت فرصه يعني اما اخد لي يعني لحظه من الزمن كده اقعد فيها شويه يعني اريح. شايفين والله هو الاكل على قد ما الفراخ جاتني متاخر وكل حاجه وبادئه متاخر، بس الحمد لله يعني. طول ما انت ايدك واخده على الحاجه ومتعوده على الحاجه، الحاجه ما بتاخدش معاكي وقت طويل. فدايما والله بجد يعني، ماما كانت تقعد تقول لي التجربه وانك تتعلمي، يعني الايد بتبقى فعلا خفيفه في الشغل وفي كل حاجه. المهم طبعا قعدت بقى مع نفسي كده شويه يعني، برضو ما هننيش على القعده يعني بس المهم هم جم بالسلامه. قلت بقى وكان كمان جوزي جه، قلت بقى لا نغرف بقى المحشي سخن كده ياكلوا بقى ويتبسطوا. عايزه اقول لكم والله بجد يعني يا ريت كنتوا تفضلوا معايا. المحشي كان طعمه حلو قوي، لا كان ما شاء الله اصلا شارب بقى من شوربه الفراخ البلدي بقى، لا كان حكايه. المهم ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم في الله، مع السلامه.